السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس يا رب تكون بخير يا رب. ركز معايا قوي في الفيديو ده علشان الكلام اللي انا بقوله ده بفلوس. الكلام اللي بيتقال في الفيديوهات في قناة محطة الغردقة تمنه غالي قوي. مش اي مكان يعجبك تروح تشتري فيه. انا قصدي مش اي مكان يعجبك، شفت صور للمكان تفاصيل هوب دفعت مقدم والتسليم بعد سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 5 حسب ايه الاتفاق او حسب شغل الكومباوند. حاشا لله، حاشا لله ان انا بقول مثلا كل الناس وحشة، لا ابدا، ما بتكلمش على الناس. انا بوعي الناس ان زي ما في كويس في حد مش كويس، فاحنا ناخد بالنا. ازاي ناخد بالنا؟ مش كل مكان بيبني اروح اديله فلوسي واقول له يلا انا هصبر معاك 2 3 على ما تخلص. هو ده كله قصدي، ومش في الغردقة بس ومش في مصر بس، في العالم كله كده. ليه؟ النهارده الغردقة دي بلد ساحلية فيها كل جنسيات العالم. ظهر واحد اشترى ارض وبيبني مثلا عمارة او كومباوند مثلا، انا عديت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، السعر عندك كام؟ المتر سعره كام؟ التقسيط على قد ايه؟ تمام. قال لي كذا، ادفع مقدم كذا وهتقسط الباقي على كذا. قمت قايل له اتفضل. تمام، لحد كده كويس قوي. مر اسبوع 2 3 شهر 2 3 وهوب الراجل اختفى. الراجل صاحب العمارة اختفى او صاحب الكومباوند. تمام. الله الله الله، ايه يا عم ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مش انت قايل لي هتسلم كذا، هتسلم يوم كذا، انت سبت الكومباوند ليه ومشيت؟ او العمل واقف ليه؟ خد من ده، بيحصل كل يوم. طيب هتسترد فلوسك؟ لا. طيب هو شطب وخلص؟ لا. هتروح تشتكيه؟ روح اشتكيه. ما هو انت مش لوحدك، انت مش لوحدك، في ناس كتير شاريين زيك. تمام. واجري وراه بقى، هاته. ممكن يسيب مصر كلها وايه ويمشي، ومش شرط يكون مصري، عادي. ما في ناس كتير برضو مش مصريين بينزلوا هنا بيعملوا الحركات دي. فانت تحاسب على فلوسك كويس جدا، ومش اي مكان تروح تشتريه ومش اي مكان تحط فلوسك فيه. الناس النهارده مستويه ومحدش لاقي فلوسه، والناس تعبانه في فلوسها. تمام. فما تجيش انت في يوم وليله ما تلاقيش شقى عمرك وفلوسك كلها ضاعت عليك. ليه؟ علشان ما خدتش بالاسباب واشتريت من مكان مضمون. اشتريت من مكان ايه؟ مضمون، ومكان محترم، ومكان يكون ورقه سليم، ومكان بينفذ المشروع فعلا. ما هي دي المشكلة، ما هي دي المشكلة، ان في ناس بيحط فلوسه في مكان ما بيخلصش المشروع. المشروع بيقف، وصاحب المشروع بيبقى متعمد ان هو يوقف المشروع. تمام. وبياخد فلوس الناس وخلصت الحكاية على كده. فانت اقعد كده مع نفسك، تمام، وسم الله، وشوف انت بتشتري فين ومن مين وعلشان ايه. تمام. والحاجات دي كلها تندرس قبل ما تشتري، علشان قبل الفاس ما تقع في الراس.
ولا قدر الله الفاس لو وقعت في الراس ملهاش حل تاني، خلاص. حكاية ان انت بتشوف كومباوند او عمارة بتتبني جديدة بتقسط انت فيها، يعني بتدفع له جزء بتقسط الباقي، هي دي ليها مميزات. مميزاتها ايه برضو؟ ان انت بتاخد من الشركة المنفذة للمكان وبتشتري من الشركة مباشرة. طيب لو الكومباوند خلص او العمارة خلصت والراجل صاحب العمارة باعها كلها، وتيجي انت بعد كده تدخل تشتري فيها، انت بتاخد يعني رقم 2 بقى، بتاخد من تاجر. بتاخد من مين؟ من تاجر بيتاجر عليك. انما في بداية المشروع بتشتري من صاحب الكومباوند الشركة او صاحب العمارة، فدي لها ميزة ان انت بتشتري بسعر كويس. طيب ايه المساوئ فيها بقى؟ المساوئ فيها لسه قايلينها حالا، ان انت خد بالك كويس جدا، مش كل المشاريع بتكمل، ومش كل المشاريع بتخلص، ومش كل الناس بتنفذ. نقولها تاني، مش كل المشاريع بتكمل، مش كل المشاريع بتخلص، ومش كل الناس بتنفذ. 3 حاجات دول لازم تحطهم في دماغك كويس جدا قبل ما تقدم على خطوة ان انت بتشتري من حد بيبني. مين هو ده؟ مين الحد ده؟ اسمه ايه؟ وعمل ايه؟ وسمعته ايه؟ وورقه شكله ايه؟ وجاي منين؟ ورايح فين؟ وتاريخه ايه في الغردقة؟ وعمل ايه؟ الحاجات دي كلها لازم تندرس كويس جدا 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 علشان الناس ما توقعش في مشاكل. الورق ينكشف عليه كويس، يتبص عليه صح، كل كلمة في العقد تنقرا كويس، ورق الأرض والمبنى والتراخيص والكلام ده كله، ده أهم شيء يا جماعة. أهم شيء الورق، أهم حاجة الورق. الورق ده هو تمن الفلوس اللي انت بتدفعها. ورقك سليم يبقى انت كده نفدت، عديت. ورقك مش سليم يبقى انت كده وقعت في مشكلة كبيرة جدا مفيش مفر منها وملهاش حل، ملهاش حل. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. فان شاء الله باذن الله الناس تاخد بالها وتريث كده في الموضوع واتقل، ومش اي مكان تروح تشتري فيه، ومش اي مكان تحط فلوسك فيه، علشان ما تقعش في مشاكل، والمشاكل دي للأسف ملهاش حل. مش عايز اقول لك على مدى المشاكل اللي الناس بتقع فيها بسبب موضوع ان هو بيحط فلوسه في مكان، تمام، وصاحب المكان ما بيكملوش. مشكلة كبيرة جدا، لا بيعرف ياخد فلوسه تاني ولا صاحب المكان كمله، وخلاص يعني بالبلدي كده اتغرزنا، رجلك اتغرزت، واتغرزت مش هتطلع. فنصيحتي لكل الناس، مش اي مكان تشتريه ومش اي مكان تحط فلوسك فيه. خالص تحياتي وتمنياتي للجميع بالتوفيق. كان معكم محمد الدويك من قناتكم محطة الغردقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.